هذه مقديشو عاصمة الصومال، أو حمر كما يحلو للبعض. تعانق المحيط الهندي، عانت كثيرا من الحروب والأزمات. مقارنة بالماضي الحاضر أفضل بكثير، رغم التفجيرات والقتل والاغتيالات هنا وهناك، إلا أن أهالي مقديشو مصرون على المضي قدما والتمسك بالأمل راجين الغد المشرق. ورغم ما لحقها من دمار في حقبة التسعينيات من القرن الماضي، بقيت بعض الآثار والمنصات التي ترمز لبعض المفاهيم والقيم لتذكر شعبا يعيش هنا بالتاريخ القريب. تعج شوارعها بالمرة والمركبات، والحركة التجارية لا تتوقف. لا أحد هنا يبالي بالتوترات الأمنية والتي باتت مألوفة لديهم. سوق بكارها يعتبر السوق الأكبر في المنطقة ومركز تجاري هام، وحمروينة يعد الأقدم في المدينة. ساحل ليدو من أجمل منتزهاتها ووجهة عشاق البحر لقضاء وقت ممتع مع الأصدقاء والعائلة. هنا من يسبح ومن يلعب ومن يتأمل ومن يأنس، تاركين همومهم خلفهم إلى حين. عبد الملك الشيخ موسى علدون، سندباد للإنتاج الإعلامي، مقديشو.